مساء الخير عليكم. مساء الخير يا بشر. هاي أصدقائي، كابتن خالد الغندور طلع في لايف يرد على انتقاد الأهلاوية ليه، وهيطرح كام سؤال عاوزين احنا كأهلاوية نرد عليهم. أنا متشوق بصراحة للفيديو. لو متشوق زي ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. يلا بينا. ابتديت اتكلم بمنطق وبعقل وبكوره. تمام. مبدئيا يا كابتن خالد أتمنى في الفيديو ده تتكلم بمنطق وبعقل وبكوره. خليك فاكر الكلمة دي لآخر الفيديو. ان مبروك للاهلي. الترجي فريق اقل من العادي وتقريبا بيلعب من غير حارس مرمى. تمام. يا كابتن خالد احنا لسه متفقين ان هنتكلم بمنطق وبعقل وبكوره. بالله عليك، بالمنطق وبالعقل وبالكوره. في فريق من غير حارس مرمى؟ يا راجل ده احنا لسه متفقين على المبدأ. طب ما علينا. لكن ما زال الزمالك في دماغ كتير من الاهلاويه. الزمالك هو اهم حاجه، يعني الزمالك في دماغ الاهلاويه لغايه دلوقتي. كابتن خالد ده لسه دي تاني نقطة هنتكلم فيها. طب فين المنطق في الموضوع؟ احنا الأهلاوية اللي بنتكلم عن الزمالك. طب احنا لو بنتكلم عن الزمالك حضرتك بتتكلم عن مين؟ مثلا يعني ما عندكش رد؟ ماشي. احنا بنتكلم عن الزمالك يا عم ماشي. ماتش بروكسي الزمالك في دماغ الاهلاويه، اي حاجه الزمالك في دماغ الاهلاويه. كابتن خالد ماتش بروكسي ده انت كسبته بفضيحة تحكيمية. انت او غيرك لازم انا كجمهور او كنادي او كاعلام اطلع انتقد اللي حصل. انت خدت حق مش حق. مشكلتنا مش مع الزمالك، مشكلتنا مع الفضيحه اللي حصلت مع الزمالك. علشان لو كانت حصلت مع الاهلي كان زمانك جبت يوفط، بتحب اليوفط، وعلقتوها على النادي. صح. فما تيجي تقارن لي تقول لي انت اتغلبت من الترجي، اقول لك انا اتغلبت من الترجي لان كان 50,000 بيلعبوا هنا مع الترجي في الملعب. 50,000 انت بتلعب والجمهور مفيش حد في الملعب. كابتن خالد الناس الاهلاويه اللي قالت لك الترجي اللي غلبك وطلعك من المجموعات احنا غلبناه 3 على ارضه، كلامهم حقيقي ومنطقي، ما تقدرش تكذبهم. لان حرفيا الترجي داس على وشك هناك وضمن اصلا الصعود، وبعدين جه هنا لعبك ماتش ودي. فاذا كلام الناس صح. تعالى بقى وانا افهمك انا بقول ليه على الترجي فريق اقل من العادي. يا ريت يا كابتن خالد تفهمني، يا ريت تفهمني ترجي اللي غلبك وطلعك من افريقيا ليه اقل من العادي؟ طيب هو حالة الفريق، حالة اي فريق بتبقى مرتبطة بايه؟ اهو انا مستني اهو. حالة الفريق تبقى مرتبطة بايه؟ قول لي. يلا مستني. حالة الفريق مرتبطة بايه؟ طيب مبدئيا السؤال بتاعك غلط، لانه سؤال عام في الهوا كده. ليه 3000 اجابه مرتبطه بحاله اللعيبه، حاله الفريق مرتبطه باستقرار النادي، حاله الفريق مرتبطه بالاصابات اللي عندي، حاله الفريق مرتبطه بالصفقات اللي انا جبتها، حاله الفريق مرتبطه بكل حاجه. كل سبب جوه النادي حاله الفريق العامه بتبقى مرتبطه بيه. ممكن مباراه ينطرد من عندي لاعب في اول المباراه فالمباراه تتصعب عليا، ممكن بخطا ساذج من لاعب معين ابدا المباراه خسران 1-0. اذا حاله الفريق سؤال مش واضح والاجابه بتاعته مش هتبقى واضحه، ما ينفعش اي اجابه تبني عليها استنتاج. فاذا سؤالك اصلا مش منطقي وسؤال غلط، ومع ذلك هكمل معاك. تعالى وانا اقول لك. هو النادي الاهلي في دوري المجموعات كان حالته ايه؟ برضو سؤال مش واضح وسؤال ملوش علاقه بالموضوع انت بتتكلم فيه. الاهلي في دور المجموعات خسر وكسب وخسر وكسب. المهم ان هو صعد بقى بمجهوده، صعد بتوفيق من عند ربنا، صعد بطريقه انت ما بتعرفش تعملها. كل سنه بتخرج. انت حصلت المجموعه بقالك كام سنه، مالكش دعوه بالاهلي. عرفت ان سؤالك ملوش علاقه بالموضوع اللي انت بتتكلم فيه، وبعدين تيجي تقول انتوا اهلاويه بتطلعوا تتريقوا عليا ليه؟ ما هو من كلامك يا كابتن خالد. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه معناه الكلام ده؟ فناس قوي ناس ابتدت يقول لك ايه؟ هو الترجي فرقه عاديه دلوقتي؟ مش دول اللي خدوكوا رايح جاي يا زملكاويه؟ ايه ده؟ بقى الترجي ده مش اللي متصدر مجموعتك؟ بقى فريق عادي دلوقتي؟ طيب بالله عليك بالعقل وبالمنطق وبالهدوء اهدى خالص وانت بتفكر. كلام الناس دي كلام الناس الاهلاويه اللي انت طلعت تنتقدهم وبتتهكم على طريقتهم. هم ما قالولكش بالطريقه دي لكن انت بتتهكم عليهم. ما علينا. الناس دي غلطت في ايه؟ هو الترجي ده مش اخدك رايح جاي؟
مش كسبك هناك وخرجك خالص من الجيم وجه هنا بعد ما ضمن الصعود لعبك مباراه كسبته انت 3-1 او ولا 3-0 ولا كسبته 10 ولا 20 وانت كده كده عارف انك خارج البطوله، فاذا انت مباراه تحصيل حاصل، كان بس جاي كده تقضيه واجب الترجي. فاذا كلام الناس صح. ايه المشكله معاك في كده؟ ايه الغلطه في اللي هم قالوه؟ مفيش. تقعد تتريق وتقعد تقول الترجي ومش ترجي ومتعرفش ايه، ما تبقاش حافظ، افهم الكوره واتكلم وانت فاهم. والله يا كابتن خالد انت كل فيديوهاتك بتعرفنا قد ايه انت فاهم كوره وقد ايه انت حافظ كوره. ف اللي باعت لي بيقول لي حقود فشخ على ايه يا ابني؟ حقود فشخ على ايه؟ على ايه يا حقود؟ كابتن خالد عاوز تعرف انت حقود ولا لا؟ تعالى وانا اعرفك انت حقود ولا لا. انت لولا الحظ والتوفيق واطهر الطاهر ما كنتش هتصعد. هي يا كابتن خالد عرفت مين اللي حقود؟ اظن الاجابه واضحه. لولا الحظ والتوفيق واطهر الطاهر ما كنتش هتصعد. صح؟ انت اللي قلت الكلام ده مش انا. يعني انت بتغل وبتحقد على الاهلي عشان صعد وانت كل سنه حصلت المجموعه. يبقى اذا كلام الراجل صح انك حقود ولا لا؟ شفت بقى مين اللي بيتكلم بالمنطق؟ مش انت اللي كنت بتشتم يا عم الاهلاوي الشناوي وبتقول عليه جون على قده وعايزين جون؟ مش انت اللي كنت بتشتم قفشه بعد ما ضيع ضربه جزاء في ماتش فيوتشر على ما اعتقد في الدقيقه 97 وقلت ده على قده ومشوه؟ مش انت اللي كنت بتتريق على محمد هاني؟ يا كابتن خالد كل الخبره دي في الاعلام وكل الخبره دي مع نادي الزمالك ودايما عدوك النادي الاهلي، وما انتش عارف ان جمهور الاهلي مجرد ان لاعب عمل خطا صغير او بقاله كام ماتش مش في مستواه او مش راضي يجدد عشان الفلوس او بيتامر على الاداره تمسح بكرامته الارض؟ ما تعرفش الكلام ده؟ كابتن خالد احنا عندنا في النادي الاهلي هو اللي باقي واللعيبه والاشخاص زائلون. اذا انا ما بطبطبش على اللعيبه وبطبل لهم في الاعلان وهم مستواهم وحش. اللي مستواه وحش لازم يعرف ان هو مستواه وحش، ينزل المباراه اللي بعدها يموت نفسه في الملعب، ولو مش قد التيشيرت يشوف له نادي تاني. كابتن خالد انا كان نفسي تتكلم بالمنطق زي ما قلت في اول الفيديو، لكن واضح اسلوبك وطريقتك ومنطقك في الحياه واضح في كل فيديوهاتك. انا كده خلصت اللي عندي. المهم لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشيره بين صحابك. اشوفك في فيديو جديد. بيس.